الزمالك بيقدم ملحمة، بيقدم كل ما هو ليس له علاقة بالمنطق. الزمالك بيكسب وبيتصدر وبيصعد أول في الكونفدرالية. لعيبة الزمالك انتوا في ايديكوا دلوقتي تبقوا أساطير، والله العظيم. محمد إبراهيم الباك يمين، ايشو اللي هو أصلا وينج وجاي باك شمال. اللعيبه دي كلها ستخلد في التاريخ لو فازوا بالكونفدراليه ولو فازوا بالدوري. تيجي تقول لي هو ممكن يفوزوا؟ ممكن يفوزوا. ما هو اللي بيعمله الزمالك ده مش طبيعي. لو انت جيت مشيتها بالمنطق، انت ما ينفعش تبقى موجود في النقطه دي. ما ينفعش اللي انت تصعد، ما ينفعش اللي انت تكون تاني الدوري اكتر من الاهلي ومتساوي مع بيراميدز. ما هو مش طبيعي. اللعيبه دي لو حطت في دماغها ومع الجمهور ده اللي هم هيقدروا، والله العظيم يقدروا يطلعوا بكاس السنه دي. نقدر. الاعلام اللي كانت مليانه اساطير النهارده جوه الاستاد، مش بعيد انتوا في يوم من الايام هيرفعوا لكم الاعلام يبقى دوري للتاريخ. الدوري بتاع جيسفالدو فيريرا لما كسبناه وكان في وقف وقيد، لكن الظروف دلوقتي اصعب وبكتير. انت نص فرقتك يعتبر شباب، انت المدرب بتاعك وطني جاي في ظروف طارئه وخلى الكل في حاله طوارئ. انت بتتحدى المنطق، انت ضد كل ما هو ممكن، انت ضد كل شيء. كملوها واحنا معاكم، نكتب تاريخ جديد معاكم. احنا مبسوطين بالحاله اللي موجوده دي، مبسوطين بالحاله وبنشجع والدنيا حلوه. النهارده لغايه ما هو رايح الاستاد مفيش اتوبيسات، دفع وراح الاستاد وشجع عشان مؤمن اللي انتوا تقدروا وقدرتم وكسبتوا. الزمالك بيعلم اي حد، سيبك من الكوره، بيعلم اي حد ما يكون هدفه في حاجه التشجيع ممكن يوصلك لفين، الايجابيه ممكن توصلك لفين، لاي حد في الكوره او بره الكوره.